حكيت لكم إنه أحد أهدافي في هاي السنة هي إني أتعاون مع قنوات يوتيوب تشبه قناتي. وأخيرا فيديو اليوم رح أعمل تعاون مع قناة صباح ناظر، وقناتها كتير تشبه قناتي. إحنا التنتين بنحب نعمل جورنالينج ونصور فلوجات هادية، فإذا بتحبوا هذا المحتوى شوفوا قناتها، رح أترك لكم إياها في صندوق الوصف. بما إنه أنا وصباح نعمل جورنالينج ففكرنا شو ممكن نعمل فكرة مع بعض، وكانت أول فكرة إن نعمل جورنال بعنوان محدد وكل وحدة تعمل الجورنال الخاص فيها. بعدين صباح اقترحت فكرة مختلفة شوي، وهي إن نعمل زين. بصراحة ما بعرف شو هو الزين، أول مرة بسمع فيه، فرح أبحث على بنترست وأشوف إيش هو. لقيت إنه الزين هو عبارة عن هاي المطويات اللي بتعملوها زي شكل دفتر صغير. ولما قرأت عن الزين أكتر عرفت إنه كلمة زين مأخوذة من كلمة مجازين، يعني مجلة، بس هي مجلة كتير صغيرة فبسموها زين. هاي الصفحة حسيتها كتير مفيدة، فرح أنزلها عندي على الآيباد عشان استعملها كمصدر إني أعمل الزين على أساسه. أول شي لازم أقسم الصفحة ل8 أقسام متساوية، فاستعملت خاصية الجريد وقسمت الصفحة ل8 أقسام. قررت أعمل الزين على الآيباد، بس طبعا إذا بدكم تقدروا تعملوا على ورقة A4 عادية، المهم إنكم تقسموها التقسيمات الصحيحة. بالنسبة لموضوع الزين اتفقنا إنه يكون عن قدوم شهر رمضان، أو كيف نستعد لشهر رمضان. بما إنه إحنا هلأ بشهر شعبان فهذا أحسن وقت إننا نستعد فيه لرمضان. حطيت مجموعة أفكار عشوائية بس عشان أعبي الصفحات وأعرف كل فكرة وين بدها تكون. بس مبدئيا ما كان عندي كتير أفكار، فرحت عملت بحث عشان أعرف شو أكتب في الزين أشياء مفيدة، وطلعت بالنهاية بهذا السكتش. الخطوة التالية هي الرسم. فكرت شو ممكن أكتب في واجهة الزين، فخطر لي إني أكتب رمضان على الأبواب وإني أرسم باب. هون استعملت خاصية التناظر اللي هي بترسم لكم شكل متناظر قبال كل شكل انتو بترسموه، وبعدين لونت الباب كامل. وحتى أعطي فايب رمضاني أكتر رسمت مجموعة من الفوانيس والأنوار المتدندلة من فوق الباب. بما إنه الزين رح يكون عبارة عن 8 صفحات، فمش حابة إني أرسم تفاصيل كتير كتيرة حتى إني أقدر أخلص 8 صفحات في يوم أو يومين. وكتبت فوق رمضان على الأبواب، وهيك بكون خلصت الصفحة الأولى. بصراحة عجبوني الألوان والأشكال اللي استعملتهم، فرح أضلني ماشي على نفس هذا الثيم في الصفحات القادمة. الصفحة اللي بعدها رح تكون لقراءة القرآن، فرسمت بنت عم تقرأ قرآن على تختها، ورسمت حواليها مخدات هيك عشان أعطيها أجواء دافية شوي. وإذا ملاحظين أنا مش ماشية على الترتيب الصحيح في عمل الزين، رح أعيد ترتيب الصفحات في آخر خطوة قبل الطباعة، ولكن هلأ رح أرسمهم بهذا الشكل عشان أعرف أشوف الرسمات جنب بعض وأشوف كيف تناسقهم. بس إذا عملتوا الزين بالرسم التقليدي ضروري كتير إنكم تتقيدوا بالترتيب الصحيح والدوران الصحيح للرسمات، لأنه إذا رسمتوا هاي الرسمة بهذا الشكل ممكن تطلع مقلوبة بالآخر، فانتبهوا منيح لترتيب الصفحات. عالصفحة هاي رح أكتب حديث شريف بيحكي عن الصيام في أيام شعبان، فرسمت هذا الصندوق وجواته رح أكتب الحديث الشريف. بصراحة مش كتير حبيت تصميمي لهاي الصفحة، حسيتها كتير فاضية مقارنة بالصفحات اللي قبلها، فخليتها هيك مبدئيا، ورح أشوف إذا بقدر أغير شكلها لقدام شوي. حاسة إنه الأفكار عندي شوي خلصت، فبدي أخذ بريك وأرجع للرسمة عشان يكون عندي طاقة إني أنجز فيها أكتر. إن شاء الله إني أطلع بأفكار أحسن من هاي الفكرة، بس مبدئيا هيك شكلها. امبارح بالليل إجاني حماس الرسم، فعملت كمان صفحة من الزين، بس ما صورت لأنه الساعة كانت 11 وما كانت عندي أحسن إضاءة، وكمان كنت كتير مركزة في الرسمة، فحكيت خلاص ما رح أصورها. اليوم في عنا كمان 4 صفحات لازم نعملهم. حاسة إني امبارح كنت كتير متحمسة لفكرة الزين، بس اليوم حاسة إنه ما عنديش أفكار بالمرة، بس رح أكمل رسم وأشوف إيش بيطلع معي.
مرات بعمل رسمة حتى وأنا مش مقتنعة فيها، بعدين بتفرج عليها من بعيد وبحكي شو الأشياء اللي مش عاجباني فيها وبدي أغيرها، وببدأ أغير شوي شوي لحد ما أوصل للنتيجة اللي بدي إياها. هاي الصفحة كنت بدي أعملها على أساس إني أكتب فيها التوبة إلى الله، بس كنت حسيتها كتير فاضية، فهذا الإشي اللي ما كان عاجبني، ومن هون بنيت عليه. قررت إني أضيف كلمة تجديد في بداية الجملة عشان أعطي مساحة أكتر للكتابة، وكمان إني أرسم تحت شكل وردة عشان أعبي المساحة اللي تحت. فهيك أخذت فكرة مش عجبتني أو مش مقتنعة فيها، وظليتني أعدل عليها لحد ما صارت عجبتني. بالصفحة اللي بعديها بدي أكتب دعاء لاستقبال رمضان، فعملت هذا الشكل اللولبي، وكنت بتمنى لو إنه يزبط معي من أول محاولة. هو زبط بس بيحتاج شوية تعديل. لو أنتم من جوا من الحركات الحلوة إنكم تضيفوها على الأشكال اللي زي هيك، إنكم تعملوا لها الظل من جوا بهذا الشكل، بيعطيه dimensions أو أبعاد إنه أحلى من إنه يكون شكله هيك فلات كتير. هاي الإضافات الصغيرة بتعطي شكل جمالي أكتر للأشكال اللي بتعملوها قد ما كانت بسيطة. جوا هذا الشكل كتبت اللهم بلغنا رمضان، وحطيت كمان دعاء لأهلنا في غزة والسودان. الصفحة اللي بعديها رح تكون للالتزام بعادة جديدة خلال شهر شعبان عشان نكون متعودين عليها قبل رمضان. العادة هي إنكم تدعوا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بعد كل وضوء. عملتها على شكل ستيكي نوت وحطيت العنوان فوقيها على شكل غيمة، وحبيت أنسق شكل النص، ما حبيت إني أحطه مثل هيك، فكبرت جهات وصغرت جهات، وفي أشياء خليتها ممتدة أكتر، وعملت هايلايت على أجزاء من النص. بما إني عملت 3 صفحات على جلسة واحدة، فهلأ بستاهل إني أخذ استراحة، فبدي أتغدى وبعدين بشوف كيف رح أعمل الصفحة الأخيرة. لسه ما عندي فكرة واضحة عن كيف رح أسويها، فرح أسويها بدون ما أصور، ورح أفرجيكم النتيجة بالآخر. الحمد لله خلصت عمل كل الصفحات، وطلعت الصفحة الأخيرة كتير حلوة. عشان أحرك الصفحات بسهولة جمعت كل صفحة في مجموعة واحدة، وهلأ رح أرتبهم بناء على صورة الريفرنس هاي اللي حفظتها أول إشي. هلأ رقم 1 لازم يكون هون على اليمين، ورقم 2 لازم تكون فوقه ولكن بشكل معكوس. بعدين رقم 3 و4 كمان معكوسين. الوجه الخلفي بيجي مباشرة بعد الوجه الأمامي. بعدين صفحة 6 و7، وهيك بكون رتبتهم بالشكل الصحيح. هلأ رح أنقلهم على اللابتوب عشان أطبعهم، بس شفتها على اللابتوب كتير عجبني شكلها صراحة، حسيتها هيك حقيقية أكتر. يلا نطبعها ونشوف شكلها على الواقع. هاد شكل الورقة بعد الطباعة. أول شي لازم أتنيها بالنص بالطول، بعدين أتنيها بالنص بالعرض، بعدين أجيب الربع الأول وأتنيه على الربع الثاني، والربع الثالث وأتنيه على الربع الرابع. بعدين بنقصها بهذا الشكل، وبس نلم الأوراق على بعض تطلع معنا بهذا الشكل. وهلأ تعالوا أخذكم جولة في الزين. أول شي لازم تعملوا بمناسبة اقتراب رمضان هو تجديد التوبة إلى الله، وكمان تدعوا لاقتراب رمضان اللهم بلغنا في رمضان القلوب النقية والأرواح الهادئة والنفوس الراضية. اللهم انصر إخواننا في غزة والسودان واليمن وسوريا وسائر بلاد المسلمين. لو حابين تختموا القرآن في رمضان فمش غلط إنكم تبلشوا فيه من هلأ، خاصة إذا كنتوا من الأشخاص اللي ما بيقدروا يختموا بشهر واحد.
دربوا حالكم من هلأ على هاي السنة الجديدة، وهي إنكم تدعوا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بعد كل وضوء. قراءة الأذكار كل يوم زي سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. صيام شعبان هو سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يبلش صيام قبل رمضان بشهر حتى يكون جسمه معتاد على الصيام ويكون قادر على تأدية العبادات مثل قيام الليل بشكل أفضل خلال رمضان. فممكن تضيفوا عادة إنكم تصوموا كل اثنين وخميس خلال شهر شعبان. وهاي الصفحة الأخيرة أخذت وقتي في تصميمها وطلعت بتصميم كتير عاجبني، كتبت فيها ازرع اليوم لتزهر في رمضان وتحصد في الجنة. هذا كان الزين تاعي للاستعداد لرمضان. روحوا شوفوا الزين اللي عملته صباح، أنا لهلأ ما شفته ولكن متحمسة كتير إني أشوفه. أتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.